بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم باسم الزمر، برنامج كرة مع باسم. النهاردة عندنا أخبار الأهلي، بعد ثم أخبار الزمالك، ثم أخبار البريم ليج والتحليل الدوري الإنجليزي. أول حاجة أخبار الأهلي. خلاص الأهلي كده خلص الموسم بتاعه. خلاص كده الأهلي اعتذر رسميا عن مش هيلعب في كأس مصر. خلاص الأهلي ادى لعيبته كلها راحة لحد 1/9. خلاص النادي الاهلي يستعد للموسم الجديد ويستعد للسوبر الافريقي، بس لازم حصل شويه تغييرات هنقولها لحضراتكم دلوقتي حالا. حصل شويه تغييرات يعني في النادي الاهلي هنقولها لحضراتكم. قبول اعتذار محسن صالح عن رئاسه لجنه التخطيط. يعني الكابتن محسن صالح مش موجود معانا في رئاسه لجنه التخطيط. شكرا كابتن محسن صالح. تعيين الكابتن مختار خلفا لمحسن صالح، انضم محمد رمضان وحسام غالي وزكريا ناصف في عضوية اللجنة. يعني لجنة جديدة مكونة من مختار كابتن مع حفظ الألقاب. مختار محمد رمضان حسام غالي وزكريا ناصف مع حفظ الألقاب، كلهم كباتن كبار وأعزاء. تاني حاجة قبول الاعتذار خالد بيبو منصب مدير الكرة. يعني خالد بيبو خلاص بقاش مدير كل الشكر والتقدير الكابتن خالد بيبو. اعتذار لمنصب مدير الكرة بقاش موجود. شكرا يا كابتن خالد بيبو. وتعيين كابتن أسامة قمصان مدرب عام ومدير الكرة. شكرا. تكليف خالد بيبو يمسك بقى الأكاديميات، ارجع تاني منصبه القديم يمسك مدير الأكاديميات. برافو الكابتن خالد بيبو. خلاص كده توفيق الاهلي ان شاء الله بامر الله. بعد كده سامي قمصان قائم باعمال مدير الكوره ومدرب عام. يعني كابتن سامي قمصان مدير الكوره ومدرب عام. شكرا يا كابتن اسامي قمصان. وخلاص كده خلصت من النادي الاهلي. نشوف بقى اخبار نادي الزمالك ايه. كده خلاص الزمالك برضو خلص الموسم بتاعه. الزمالك عنده ماتشات بقى كاس مصر يوم الاربعاء مع طلائع الجيش باذن الله، وبعد كده ويلعب بقى ماتشات الكاس. وجوميز سافر خد اجازه. ونشوف بقى ايه الجديد في قضيه احمد ابو الفتوح. عاجل أسرة المتوفي تصالح مع أحمد فتوح لاعب بالزمالك مقابل 15 مليون جنيه. يعني أحمد أبو الفتوح يدفع أسرة 15 مليون جنيه عشان يخرج من السجن. والله ربنا يفك كربك يا أبو الفتوح، وربنا يوفقك يا أبو الفتوح، ربنا يفك سجنك وتخرج وتلعب وتكسر الدنيا زي الأول إن شاء الله يا أبو الفتوح. نتكلم بقى عن البريم ليج والماتشات والتحليل بريم ليج. خلاص ان يخش بقى السخن سخن، وبدأنا السخن سخن في البريم ليج. السيتي والارسنال والليفربول والمان يونايتد. المان يونايتد بدأ بداية مقبولة، كسب اول ماتش على فولهام 1-0. اداء مقبول من مان يونايتد، احسن من الموسم اللي فات، وتوفيق لمان يونايتد. ثم ليفربول كسب 2-0 وجاب جول محمد صلاح. نجمان المصري محمد صلاح جاب جول ما حصلش هو ودياز. ليفربول كسب اول ماتش 2-0، بدايه برضو موفقه وبدايه جيده من ليفربول. وبعد كده ارسنال لعب امبارح برضو كسب برضو 2-0، بدايه موفقه وبدايه ممتازه من الارسنال. ارسنال هو بيبدا الشوط الاول حاجه والشوط الثاني نفس المستوى. ارتيتا بيعمل شغل رائع معاهم، وان شاء الله المنافسه هتبقى حلوه. وكالعاده السيتي النهارده يفوز 2-0 على تشيلسي. السيتي برضو بدايه حلوه. هل تشيلسي يعاني زي الموسم المقبل ولا لا؟ هنشوف ونتابع الاخبار الجايه. السيتي النهارده لعب مباراه حلوه، ادى شغل المباراه على مزاجه هو. السيتي النهارده بجارديولا جاب جون الاندرتيكر هالاند، والجون الثاني جوفيديتش. كده منافسه من هالاند وصلاح السنه دي على هداف الدوري. كل التوفيق لمحمد صلاح وكل التوفيق لنجمنا محمد صلاح. ان شاء الله ربنا معاك يا ابو صلاح، وتبقى هداف وتاخد البريم ليج السنه دي
كل الدعم لمحمد صلاح والدعم ليفربول طبعا، عشان محمد صلاح نجم كبير وهالاند برضه نجم كبير، بس انا بحب محمد صلاح وبحب ليفربول، والتوفيق لليفربول باذن الله ياخد الدوري الانجليزي ان شاء الله تعالى، عشان خاطر محمد صلاح. مو صلاح مو صلاح مو صلاح. كل جديد مع باسم الزمر، برنامج الكرة مع باسم. شكرا، سلام.